ما حكم صلاة المنفرد اقتداء بالإمام في الفنادق المطلة على الحرم؟ أولا، الاقتداء بإمام الحرم في مصليات الفنادق المطلة على الحرم لا بأس بها، وذلك لأن المصلين في تلك المصليات يرون بعض المأمومين في الساحات، والفقهاء يقولون إذا رأى المصلي الإمام أو بعض المأمومين صح الاقتداء. وقد روي ذلك عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي في بيت والي مكة ويقتدي بإمام الحرم، خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعلى ذلك فلا بأس بالصلاة في هذه المصليات، مصليات الفنادق، بل إن وجودها من نعم الله علينا في هذا الزمان، لأنه قد يصعب على الإنسان أن يذهب ويصلي في الحرم خاصة مع الزحام في السنوات الأخيرة. والأجر واحد، يعني لا تظن أن أجر التضعيف إذا صليت في الحرم مختص بالحرم فقط، بل حتى لو صليت مع الإمام في مصليات الفنادق فينالك أجر التضعيف. لكن بالنسبة للغرف المطلة على الحرم لا بأس بالصلاة فيها والاقتداء بإمام الحرم بشرط عدم الانفراد، يعني لا تصلي وحدك، لا بد يكون معك شخص آخر، هذا إذا كان رجلا. أما المرأة فيجوز حتى لو كانت واحدة، المرأة يجوز أن تصلي منفردة خلف الرجال كما صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنس واليتيم. لكن الرجل إذا كان يريد أن يصلي في غرفة مطلة على الحرم لا بد أن يكون مع شخص آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف.